تتخيل عقلك شقد قوي وإنه شقد يأثر عليك معنوياً وجسدياً؟ قصة صغيرة أريد أحكي لكم إياها، مقتبسة من كتاب Chicken Soup for the Soul. كانت أكو مجموعة من التجار دي يحملون بضاعة بالليل من خزان مبرد، فبعد ما أكملوا تنزيل البضاعة مالتهم نسوا صاحبهم جوا بالبراد. فهذا من دخل بالبراد قال شلون أني راح أطلع منا للصبح، أني راح أتجمد وأموت. فاش سوى؟ كتب وصيته داخل هذا البراد لزوجته وأطفاله. المشكلة جوي جماعة الصبح وفتحوا البراد، بالرغم من أنه هذا البراد كان مطفي، ولكن عقله اللي سهل له فكرة أنه راح يموت خلى جسمه كله يطفى، للأسف مات. فلذلك خلي يكون عقلكم دوم قوي. إذا صار مرض أو أي شيء صعب يجابهكم، لا تخلون الظروف هي اللي تحدد مساركم، بل خلوا عقلكم أقوى وخلوا ارتباطكم